السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم ويعود عليكم الأيام بخير إن شاء الله. معانا كده هنعمل النهاردة الكنافة، طريقة الكنافة. الطريقة دي يا جماعة على طريقتي أنا، يعني دي الطريقة اللي أنا بعمل بيها على طول. وبتبقى جميلة أوي. معايا كوبايتين من السكر على كوبايتين من المية، ده العيار بتاع ايه؟ بتاع الشربات الكنافة. أول حاجة هنعملها شربات الكنافة، بنعملها قبل ما نبدأ في الكنافة، بنعمل أول الشربات عشان يبرد معانا. يبقى كوبايتين من السكر عليهم كوبايتين مية. خلاص كده، يعني العيار دوتي يكفي معاك الصينية. اللي هي صينية 30 أو اللي هي الأصغر من اللي هي ال25 دي. تعمل يعني يعملوا معاكي يعني بيعمل يعني كمية حلوة. خلاص كده، كده بقى حطينا السكر على النار. طبعا ما نقلبوش ولا اي حاجه، هو ساعه اما بيسخن بيدوب. وهنحط بعد كده عصره ليمونه ونسيبها حوالي 15 دقيقه، وبعد كده نطفي عليها النار. ما نطولش عليها يا جماعه، حوالي 15 دقيقه بس. وهنسيبها بقى لما ربع ساعه كده ونطفي عليها. وبعد كده بقى هنعمل المهلبيه. معانا كده حوالي آه ما هنعمل أول دي النشا. حوالي 3 4 معالق من النشا. 4 معالق من النشا على فانيليا، بس طبعا حسب كمية اللبن اللي معاكي. لو هتعملي لبن أقل من أنا عاملاه طبعا بتقللي النشا. بس طبعا برضو حسب، برضو ممكن تكون النشا بتاعتك باردة، مش يعني مش طازة يعني أو كده. ممكن تعوزي تحطي نشا كمان. انما لو النشا بتاعتك كده ناجحة معاكي من أول كام معلقة بتبقى مظبوطة. حطينا بقى كده شوية فانيليا صغيرين على النشا، وهنحطهم على اللبن. طبعا اللبن احنا كنا غاليينه كان مغلي يعني وكده، بس انا كنت غاليه يعني على بيات، فطبعا اللبن دوت بارد وهو سخن. وانا حطيت عليه المهلبيه طبعا برضو هو بارد، ويعني كان دافي كده، كنت لسه مولعه عليه. ونقلب بقى كده زي ما انتم شايفين. نقعد نقلب بقى كده، نقلب لغايه ما يلف، ما يتماسك معانا. بس طبعا اللبن كان لسه بارد ملحقش يسخن يعني، وتحطينا السكر. بس طبعا لو انتي لبن عندك سخن تحطي السكر الاول قبل ما تحطي النشا، عشان السكر يدوب معاكي بسرعه في اللبن. انما عشان اللبن كان عندي بارد فانا حطيت السكر عادي. انما لو انت اللبن لسه بتاعك سخن لسه، تحطي السكر على طول قبل النشا. فندوب بقى السكر كده مع النشا كده زي ما انتم شايفين بقى، ونقلب نقلب كده لغايه ما يتماسك مع بعض ويبقى مهلبيه. كده بقى بعد ما هي بدأت تمسك معانا كده، كده خلاص بدأت تتقل معانا اهو. هنسيبها بقى لما تبرد بقى براحتها. جينا بقى عشان نعمل السمنة اللي هنحط عليها الكنافة. طبعا الكنافة بتاخد سمنة كتير يا جماعة، يعني انا عاملة يعني دول حوالي 3 معالق كبار من السمنة يعني. انتوا شايفين كده، او حطيت اكتر كمان لان السمنة بتعوز، الكنافة بتعوز سمنة كتير. زي ما انتوا شايفين كده. الطريقة دي يا جماعة حلوة قوي، وانا بعملها على طول وبتطلع ناجحة معايا وجميلة ومقرمشة كده وحلو. وبتبقى السمنة كده كلها، قصدي الكنافة كلها كده سمنة كده وجميل. كده كده جبت الكنافة، وبحاول انا بقى اقطعها كده، يعني كانت كبيرة شوية بحاول انا اقطعها كده ناعم كده شوية زي ما انتم شايفين كده. وبجهز معايا بقى ربع كوباية من السكر، ربع كوباية صغيرين خالص كده، يعني حوالي 3 معالق من السكر كده، مش كتير يعني. وتعمليهم وتطحنوهم في الكبة بتاعة الخلاط، المطحنة بتاعة الخلاط بتاعتك، تطحني فيها شوية السكر دول زي ما انت شايفة كده اهو. تكتري السكر يعني مش كتير، زي ما انت شايفة كده حسب كمية الكنافة طبعا، يعني لو الكنافة أقل من كده بتقللي السكر. أنا عاملة حوالي 3 4 كيلو من الكنافة.
عليهم ايه ربع كوباية من السكر، ربع كوباية صغيرة من السكر، وطحنتهم في مطحنة الايه الخلاط. ومسكت بقى الكنافة بقى، دعكت كده بالسكر زي ما انتم شايفين كده. اخلي الكنافة تمسك في السكر كده، يعني بحيث انت لما تيجي تعمليها في الصينية بعد كده تمسك معاكي. الخطوة دي يا جماعة مهمة جدا عشان ننجحي الكنافة. السمنة بقى كانت عندي، كانت قدحت معايا كده سخنت، وقمت منزلاها زي ما انتم شايفين كده وهي سخنة نار على الكنافة. تحاولي ان انت تغرقي الكنافة كده سمنة. انا كنت قلبت كده السمنة كده طبعا متقلباها بالمعلقة، وكان فايض حبة سمنة كمان لقيتها محتاجة، قمت حطاها. يعني هي يعتبر حطيت معيار السمنة، انا حطيتهم كلهم، حطيتهم اهو. حطيت بقى ايه كل السمنة الموجودة عندي. خلاص يا جماعة، الكنافة بتاخد سمنة كتير عن الجلاش. الجلاش ما بياخدش سمنة زي الكنافة. ونمسكها بقى ندعكها بقى كده زي ما انتم شايفين كده بالسمنة والسكر كله مع بعضه كده. نمسك ندعك الكنافة كلها بحيث ان الكنافة يدخل فيها السمنة كلها، عشان لما تيجي تفردي السمنة، تفردي الكنافة في الصينية تبقى إيه متماسكة معاكي وتمسك معاكي كده وانت بتعمليها، وانت بتفرديها يعني كده. بقى بعد ما خلصت قسمت قسمت معلش مش عارفة في ايه النهاردة مالي. قسمت الكنافة بان الصيام مأثر علينا. مسكت الكنافة بقى ايه ما انتم شايفين كده وايه، وقسمتها في الطبق وفي الصينية. ده اللي هو الطبقة اللي تحت. لازم يا جماعة اهم حاجة الطبقة اللي تحت لازم زي ما انتم شايفين كده نفردها كويس جدا، ونحاول ان احنا نمسكها يعني إيه نفردها خالص في الصينية ونتك عليها كده عشان تمسك معانا في الايه في الصينية، وتبقى كلها حتة واحدة. ده اهم حاجة. ومن الجوانب دي بقى كانت المهلبية كانت بردت معانا شوية، حطيناها بقى في الصينية كده. وطبعا تحاولي انت تكتري في المهلبية شوية عشان تبقى طعمها حلو. بس اهم خطوة يا جماعة ان انت تفردي الكنافة في الصينية كويس جدا علشان تتماسك معاكي وتبقى ماسكة مع بعض في الصينية من تحت، ما تبقاش لما تيجي تقطعيها تلاقيها اتفردت معاكي، لا لازم تضغطي عليها جامد عشان تتماسك مع بعضها. ده بقى النص التاني من الكنافة هنفرده بقى ايه على الوش المهلبية كده. تحاولي كده ترصي شوية بشوية شوية بشوية، وانت بتحطي كده تسوي بايدك كده زي ما انا بعمل كده على خفيف كده. تحطي شوية وتعملي بايدك على خفيف بالراحة كده اهو خالص لغاية ما تفرديها معاكي. زي ما انت شايفة كده. الطريقة دي يا جماعة سهلة جدا ونتيجتها ناجحة جدا وحلوة، انا بعملها على طول، وكل اللي بياكل من الكنافة بتاعتي بيشكر فيها والحمد لله. يا ريت تجربوها وتقولوا ايه رأيكم فيها، واكتبولي في التعليقات لو حد جربها يكتب في التعليقات ويقول له ايه رأيه. الطريقة دي جميلة قوي يا جماعة، بتخلي الكنافة متقرمش كده وحلوة. انما لو عملتها بطريقة تانية غير دي بتبقى ايه. في ناس بتعملها ازاي، بتحمص كانوا زمان يعني اهالي كانوا بيحمصوا الكنافة، بيقلبوا مش بيحمصوها يعني بيقلبوها في السمنة على النار كده وخلاص. لا الطريقة دي احلى. بتخلي كده الكنافة كده شاربة من السمنة كده، وبتبقى بصي مع السكر كمان ايه بتخليها تتماسك كده. كده بعد ما خلصنا بقى ومسحنا الصينية كده ونضفناها حطيناها بقى في الفرن. وكده بقى ما طلعت معانا من الفرن كده زي ما انتم شايفين. وده الشربات بعد ما برد معانا خالص. شوفوا حلو ازاي، لا هو خفيف ولا هو تقيل، الوسط. انا عايزه النتيجه دي بقى. وتسقي بقى ايه الكنافه بقى زي ما انت عايزه تكتري في العسل براحتك. لو انت عايزاها مسكره، عايزه تخليها خفيفه ما تبقاش مسكره قوي، ما تحطش العسل كله. يعني انا ما حطيتش كميه العسل كلها اللي انا عاملاها، انا شلت شويه منه عشان ايه ما تبقاش مسكره قوي. وعايزه اقول لكم ان طلعت مظبوطه وجميله ومش مسكره قوي وحلوه كانت، بحيث ان انتي تحبي تاكلي منها على طول، يعني ما تاخديش مثلا منها خرط
قطعة منها وكده وما عدتش عايزة تاكلي منها تاني، لأ. لما تخففي السكر الشربات، يعني لما تخففي ما تحطيش فيها شربات كتير، بتبقى حلوة، تعرفي تاكليها يعني وكده. طبعا احنا بنيجي نجيبها من المحلات بتبقى كلها شربات، وبتبقى مش عارفين ناكلها من كتر الشربات اللي فيها، بتبقى مسكرة زيادة عن اللزوم. انما انت لما تعمليها في البيت بتبقى بتعرفي تتحكمي في السكر بتاعها، ما تكتريش سكر في المهلبية وما تكتريش شربات، وهي تبقى حلوة معاكي. يعني انا ما حطيتش السكر في المهلبية كتير، انا حاطه حوالي 3 معالق من السكر. خلاص كده. كده بعد ما سقيناها بقى من الشربات، هنسيبها بقى تبرد خالص، وما تبرد بقى نقطعها. انا عايز اقول لكم انا ما قطعتهاش الا بعد الفطار، سبتها لما بردت خالص، وبعد الفطار قمت مقطعاها زي ما انتم شايفين كده. شكلها جميل ولونها جميل، واخده اللون الذهبي الجميل كده، ولا وتحميرها حلو. ايه رايكم بقى؟ كده بقى انا نقطعها بقى دلوقتي، ما انتم شايفين كده. انا ما قطعتهاش يا جماعه على بعد الفطار، انا كنت قطعتها يعني قبل الفيديو، بس بوريها لكم يعني وانا بقطعها كده. بتقطعي بقى التقطيع اللي انت عايزاه زي ما انت شايفه كده. هنقطعها بقى كده ونوريكم. يا رب الفيديو يعجبكم. ما تنسوش بقى بالاشتراك واللايكات وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كده بعد ما قطعتها في الطبق كده زي ما انتم شايفين. ايه رايكم؟ يا ريت تجربوها وتقولوا لي. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، يعود عليكم ايام بخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.